اخر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. تحياتي ليكم، معاكم المهندس أحمد مصطفى، الشرق الأوسط للاستثمار التطويري الزراعي، أصحاب حقوق الملكية الفكرية البونيكام المصري، البونيكام المصري 002 والبولونيا 001 من أصول الصراع. النهارده لإثبات التاريخ 2/6/2026 مشرفني ومنورني دكتورنا الكبير العظيم الدكتور شريف. بعيد بقى عن اسامي كتير، بس ده من الشخصيات اللي يعتبر من مقامات العلم الموجوده في جمهوريه مصر العربيه في البحث العلمي. فجاي النهارده من منظومه البحث العلمي، وفي نفس الوقت هيبقى معاه زراعات خاصه بيه يقدر يعمل عليها الانتاج الحيواني، والكلام ده بقى لنا فيه ابحاث انا والدكتور اكتر من 6 سنين، صح يا دكتور؟ الحمد لله. طيب نيجي نقول ايه البونيكام عشان تعرف البونيكام الاصلي، مش البلو، مش الاصناف المعجنه اللي هي على علف الفيل. اولا هتبص هتلاقي العرق الاحمر اللي موجود في النبات اولا، لان هو ده من سلاله قصب السكر الاحمر والذره العويه، يبقى اولا هتلاقي العرق الاحمر. ثانيا هتبص هتلاقي الورقه من العرض اللي تحت ده ما فيهوش اي شوكه من الشوك الزغبي اللي بيطلع في زعزوعه قصب السكر. ثالثا قلب الورقه في نفس الوقت كده ما فيهاش برده اشواك، يعني معنى كده ان هو ما بيغيرش صفاته الوراثيه. ده شغل بنقول عليه الشغل الملش، بيبقى عباره عن ايه؟ عاملين حوض وبنبدا ناخد من الحوض النبات بالوضع اللي انت شايفه ده كده، وكل نبات هتبص هتلاقي مطلع الخلف بتاعته من تحت، مطلع خلف من تحت لان هو بيخلف وبيعمل كوديات. اي نبات هتبص هتلاقيه لو انت مدقق معايا بيطلع خلف من تحت. فانا ما بيهمنيش في الزراعه العود ده لما ينزل، انا ما بيهمنيش، انا يهمني الخلفه اللي جايه دي هي اللي هتيجي، عدد الخلف اللي هي تبقى موجوده. حتى لو انت دققت هنا يا دكتور هتبص هتلاقي في ذنب صغير كمان لسه طالع اهو غير الذنب الكبير اللي طلع. تمام؟ ديت الطريقه اللي احنا بنقول عليها الايه؟ الملش، اللي احنا بنربي في احواض ونبدا نخش على الاحواض بتاعتنا اللي هي موجوده هنا، ولما يكتمل النبات بنبدا ايه؟ نشيل. تمام؟ الطريقه الثانيه اللي متبعه والناس كتير جدا عارفينها اللي هي الطريقه بتاعت الصواني. تمام يا دكتور؟ تمام يا الصواني اللي هي ايه؟ اللي هي دي صواني جميل وحلو وشكله منعنع وتمام. لكن بص انا هنا لما هاجي اطلع نبات من الصينيه، ده النبات بتاع الصينيه، وكده كده انا بقول في الزراعه عشان ازرعه انا لازم ازرعه دي كده عشان ما ينامش على الارض، لازم النبات يتعمل كده زي ما انا عملت في دي وقطعتها من هنا. ديت انا فاطمها من يومين، ومعدل المجموع الخضري حتى لو انت هتركز الحشه اهو اللي هي بتاعت الحوض عشان اقويها، ديت من اول امبارح، من اول امبارح انا هشيشها لغايه النهارده دي طلعت بالمعدل بالساعه، بيكبر معايا بالساعه. فاحنا بنعمل ايه عشان اقدر اخلي العملاء عندي يشتغلوا واوفر عمليه النقل والتداول؟ يعني شويه صواني زي دي عشان تاخدها يعني تقريبا هتدفع تامين صينيه وهتدفع نقل عليها. لكن لو انا عملت لك كده، خدت الصينيه نزلتها في الاحواض عندي وعملت احواض وقوتها لك بالمنظر ده، قوتها لك بالمنظر ده، اضعف واحد فيهم اهو اللي هو اساسا ده بتاع الحوض، اللي هو اساسا لو انا جبته من الصينيه اهو. تمام؟ حلو وجميل وهيشتغل، بس النقل والتداول هيكلفك كتير قوي. فلا، الفكره خلاص قسيت لك، اشتغلت لك، عملت لك، تقدر تعتمد عليه اعتماد كامل في الانتاج الحيواني. بروتين بيوصل معاك لل 18%، طاقه بتوصل معاك لل 4600، احماض امينيه 19 نوع احماض امينيه من جدول ال 21 نوع، كله بالتحاليل، معتمد في وزاره الزراعه المصريه بحقوق ملكيه فكريه. الحمد لله والشكر لله، محافظين على السلاله. ما بتكلمش خالص على اي حد تاني بيبيع بونيكا، لا، انا بتكلم على ايه؟ دور انت بتزرع ايه وهتاكل ايه. عندك 8 ساعات هضم، اول ساعتين ادرار المعده في المريء، رايح جاي ساعتين. تخيل بعد شهرين 3 وانت في اشواك موجوده في الصدر هتعمل ايه؟ طب هتحلل هتلاقي نسبه البروتين بتاعته كام. حاول على قد ما تقدر تتبع اهل العلم واللي عندهم خبره هيوفروا عليك كتير قوي. تحياتي، منورنا يا دكتور شريف، مع تحيات الشرق الاوسط للاستثمار التطويري الزراعي. ده شرف لينا يا بيه، ده شرف لينا يا بيه، اتفضل.